اليوم طويلة شوية. مسافة الرحلة حوالي 100 كيلومتر. حاليا حنا وصلنا دابا قرب واحات مسكي، كل 5 دقائق تنضرب حوالي كيلومتر ونصف، وهذا الشيء بدون توقفات. تقريبا غادي نوصل ان شاء الله مع صلاة الجمعة. الرياحة غطاتني في منطقة قريبة من أرفود. يعني بحال اللي كتضرب الدورة من الجهة الأخرى. حاول نلحق على صلاة الجمعة إن شاء الله في أرفود. المسافة ديالو تقريبا حوالي 232 كيلومتر. ان شاء الله نكملوا الرحله مع هذا الريح. ما عرفت واش غادي نقدر نكمل ولا لا. من مورا رحله اضطريت انني نركب في النقل العمومي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون تعالى. اليوم الجمعة 23 يناير الساعة 7:52. درجة الحرارة الحالية 8 درجات. الرحلة اليوم طويلة شوية، غتكون إن شاء الله من مدينة الرشيدية مرورا بالعديد من المناطق والقرى وصولا لمدينة أرفود فين غادي نصلي صلاة الجمعة إن شاء الله. كنتمنى نوصل في الوقت المحدد وإن شاء الله من بعد غنكملوا الرحلة حتى لمدينة الرسانة، وبالأحرى القرية فين ساكن بالقرب من مدينة الرسانة ونواحي مدينة الرسانة. مسافة الرحلة حوالي 100 كيلومتر. داك عيني ومالي أمي وأبويا عيالي وشي ثمين وغالي يا رسول الله. طيفك داعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك. وصلنا دابا لقرب واحات مسكي، باقي تقريبا حوالي 56 كيلومتر على مدينة أرفود. للاسف ما عندناش الوقت باش ندخلوا نشوفوا واحات مسكين. حسب اخر المعلومات اللي عندي انها ما بقاش فيها الماء، والله اعلم. ونسال الله تعالى انه يعيد بالخير ان شاء الله. قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. هنا تقريبا في كل 5 دقائق سنضرب حوالي كيلومتر ونصف، يعني في الساعة تقريبا خصني نقطع تقريبا 12 كيلومتر بسرعة 18 كيلومتر في الساعة. بهذا الريتم غادي نقطع 56 كيلومتر اللي باقيه ان شاء الله في حوالي 3 سوايع ان شاء الله. في الارفود ان شاء الله مع 12، وهذا الشيء
بدون توقفات، لكن مع احتساب التوقفات وهذا تقريبا غادي نوصل ان شاء الله مع صلاة الجمعة. جلالي صلي بعد الرمالي على بهي الجمالي، نبيك يا الله عالي وغالي وحالي أفديه في كل حالي، والله ما يكفي مقالي ما يكفي والله. هذه ثاني مرة تقريبا تنوقف في هذه القنطرة هذه، لأن بطبيعة الحال هذه ثاني مرة كنهبط في هذه الرحلة من الرشيدية للريصاني. عندي تجربة في ديك الرحلة الأولى كانت مزيانة، استغرقت شوية الوقت، خصوصا أن الرياح عاود قبضتني في المنطقة القريبة من أرفود، فكنتمنى ما يوقعش نفس المشكل إن شاء الله ونوصلوا بخير. قبل الآوان لا شيء كان فلا زمان ولا مكان، فالله قال للكون كن شيئا فكان، تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله، كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك. تروا كيف براه الله. فلا عيب هناك نرى، وهنا البحار عذب وملح وعليها الفلك سار، لا يبغيان كالليل ما سبق النهار، ماء ونار وتفيض أنهار لتبحث عن قرار، شجر له ظل وتعلوه ثمار. كدوز في وسط الواد، كدوز الجهة الأخرى وكتمشي للزريقات، بزاف ديال القصور تما. كاين حتى هي طويلة شوية، يعني بحال اللي كتضرب الدورة من الجهة الأخرى. دابا ما عندناش الوقت ندوزو فيها حيت يوم الجمعة وخصني نحاول نلحق على صلاة الجمعة إن شاء الله في أرفود. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله السلامة لنا ولكم والعافية. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذابه الأفواه، حينا فتأخذنا الحياة، حينا فتأخذنا الحياة، والعين تبكي علها تلقاه، فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على. هذا الواد اللي كتشوفوا قدامكم هنايا وهو واد السيس. الواد هذا كيجي من نواحي جبال الأطلس المتوسط والكبير، بالضبط من المنابع ديال جبل العياشي اللي كاين في نواحي ميدلت، والمسافة ديالو تقريبا حوالي 232 كيلومتر. هذا الواد كيدوز من الرشيدية، أرفود، الريصاني، وفي الأخير كيمشي للصحراء الجزائرية. حاليا هذا الواد كيدخل لسد الحسن الداخل بالرشيدية. سبحان الله العظيم، هذا الواد هذا كيبدا من الجبال ومن الثلج وكيسالي في الصحراء. أحيا قلوبا في ربا
طلعته ويضيء ثغر الكون من مشكاته. دابا حاليا بقات لي حوالي 28 كيلومتر وحوالي ساعتين ديال الوقت قبل من صلاة الجمعة. ان شاء الله الا بقى الجو هكا غادي نوصلوا ان شاء الله في الوقت. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع وقد صبرت لكي بالدين تحيني. كل اشتياق وروحي فيك ظامئة يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. الحمد لله والشكر لله، واخيرا وصلت لمدينة ارفود تقريبا مع الوقت الصلاة تقريبا. الحمد لله. الحمد لله وصلنا لمدينة ارفود، صلينا وتغدينا دابا نتكاو شويه نرتاحو. الا كنت والله ان شاء الله نمشي في العشيه، ما مشيتش حتى غدا ان شاء الله نكملوا الرحله. والله يديكم. مع هذا الريح ما عرفت واش غادي نقدر نكمل ولا لا، يكون خير ان شاء الله. والشكر لله وصلت للبلاد من مورا رحلة طويلة، وبصح ما قدرتش نكمل الرحلة بسبب الريح اللي وصلت ل40 كيلومتر في الساعة، واضطريت أنني نركب في النقل العمومي. ولكن الحمد لله قطعنا حوالي 83 كيلومتر، وهنا كتسالي الرحلة ديالنا. خليتكم على خير ودمتم سالمين.